مساء الفل يا رجاله. مساء مساء الفل. الفل. عملنا ماتش جامد النهارده. يعني الحمد لله. الحمد يعني لله. مش حاسسها من قلبك يا رائف؟ لا طبعا عملنا ماتش جامد. يعني نقطه لا، قدام بلجيكا يا باشا. بص هو يعني هو ده احسن ماتش احنا لعبناه غالبا في تاريخنا. انا بس يعني ايه، انا صغير شويه فما لحقتش كاس عالم 30، فمش فاكر الاداء كان عامل ازاي، بس مرورا ب 2018 والحاجات اللي شفناها في كاس عالم 90 والكاس عالم دي، لا اعتقد ده احسن ماتش لعبناه. بس انا انت بصراحه يعني طمعت. كنت حاسس ان الثلاث نقط قريبه. طب تعال نخش في الماتش على طول. كابتن ياسر، رايك ايه في التشكيل؟ والله انا يعني شايف ان التشكيل هو كان متوقع، وانت عارف كده كده التشكيل كان زي اتسرب من امبارح، ان حسام حسن هيلعب النهارده ب 4-2-3-1، ان هو هيلعب ب 2-6. يعني خلينا نقول التشكيل سريعا، اللي هو كشوبير الاثنين مساكين حمدي فتحي وياسر، ويمين هاني وشمال فتوح، والاثنين 6 بقى اللي هو مهند ومروان عطيه. وهو كان مهتم قوي بالجزء ده ان هو يقفل قلب الملعب. الحمد لله ان هم النهارده كانوا مركزين اكتر في ماتش البرازيل. ممكن الملعب البرازيل بتخترقنا منه، فهم كانوا مركزين في الحته دي، مع طبعا ان قدامهم صلاح كان النهارده في جوه، والجديد ان ودى زيكو يمين وكان امام شمال وقدام مرموش. ايه رايك بقى في التركايه دي؟ ولا جديده؟ يعني لا، كانت جديده. وانا يعني انا عارف من زيكو، بشوفه في بيراميدز ان هو في ساعات بيلعب يمين وينج يمين، في ساعات بيلعب وينج شمال. هو حسام حتى كان بيلعبه في ماتشات ساعات بيجيبه من العمق شويه، فهو عارف يستغله شويه. النهارده وينج يمين ودخل صلاح جوه الملعب، فخلى صلاح مش بيتحط في حته ان هو عايز السرعات ويقعد يجري بقى زي زمان على الوينج وكده. دخله جوه الملعب، فصلاح عمل كام كوره، ودى مرموش او ودى امام، بيبقى وهو اللي عامل اسيست الجون لامام. فكانت فارقه برضو، دي كانت تركه كانت حلوه في الخطه، انا شايفها يعني. تشكيل. طيب رائف، ايه بقى انطباعك بعد الماتش؟ هل احنا النقطه دي تمام بالنسبه لنا ولا كان ممكن نكسب؟ يعني لا، الحمد لله. طبعا انت بتلعب بلجيكا، مش بتلعب فرقه صغيره. فنقطه يعني في العادي، لو بنتكلم قبل الماتش هبقى بحلم بالنقطه، ويمكن انا كنت متوقع ان احنا ممكن ما نعرفش نكسب الماتش ده، اصلا ما نعرفش نتعادل. بس النقطه بالاداء اللي لعبناه. لا انا كنت طمعان. يعني انا جيت في نص الشوط الثاني كده كنت حاسس ان ايه، جايه. يعني بالذات ان كان في غلطات كتيره قوي في التشكيل بتاع بلجيكا، بس مش عايز اخش في النقطه دي عشان يعني نتكلم فيها بعدين في الحلقه. بس احنا كنا قريبين جدا ان احنا ممكن نخطف الثاني. طبعا كان في كوره دي بروين في العارضه، وكان في كام هجمه، ولوكاكو لما نزل عمل قلق كبير. بس شايف ان احنا كنا ممكن ناخد الثلاث نقط ويبقى اول مكسب لينا في مصر في تاريخ كاس العالم يعني. طب كابتن دوين، انطباعك انت ايه بقى عن اداء منتخب مصر بشكل عام والشخصيه بتاعتنا في الماتش قدام بلجيكا، والاداء اللي لعبوه برضو بلجيكا قدامنا؟ يعني هل ده الاداء بتاع بلجيكا ولا احنا اللي كنا فاردين اسلوبنا عليهم؟ لا، انت اللي كنت فارض اسلوبك عليهم. حسام حسن طبعا واقعي جدا، مش من دلوقتي. هو كل ماتش بيخش بواقعيه جدا. هو مقفل المساحات كلها على بلجيكا، مش سايب لهم اي مساحات يلعبوا فيها. ده طبعا كمان غير الدور اللي عمله ديك لاترار. ده اسمه معقدني طول عمره. لا، هو طول عمره حتى ان هو بيلعب في ميلان أو. كان صعب. اسمه معقدني طول اسم عمره. مرهم من الصيدليه، فاهم؟ ديك هو كان لاترار. بيستسلم كمان، كان دي كانت مستسلم قوي في يعني مش ممكن بيلعب لك، بيلعب معاك. يعني هو بيلعب معاك مش بيلعب معاهم. نايم في حضن المدافعين. فبلجيكا كانت يعني معدومة الحلول خالص. يعني من القليل قوي انك انت تلاقي دي بروين ما عندوش حلول خالص كده في الملعب. لا بالعكس، يعني احنا حسام حسن على طول واقعي جدا في اختياراته، واقعي جدا في الشكل اللي بيلعب بيه قصاد الفرق. ما بيبيعش نفسه، ما بيتهورش. لا يعني احنا كان شكلنا النهارده حلو جدا. دوان برضو الماتش بنوصل في توازن حلو الماتش دوت. احنا انا برضو كنت خايف شويه، حتى في الحلقه اللي فاتت كنت خايف ان احنا نركن الاتوبيس ورا ونفضل ندافع 90 دقيقه، وده ساعتها هيقرب ان بلجيكا تقدر تجيب جون. المره دي لما وسعنا شويه ما بين الخطوط، يعني مش عايزين نقول وسعنا، بس حركنا المسافه شويه، فقدرنا يبقى عندنا ايه، فرصه ان احنا نعرف ندافع في الكوره، او نعرف يبقى عندنا اريحيه شويه في نقل الهجمات. فانا رايي مع ديوان بصراحه في موضوع حسام. انا ادي حسام طب حسن. التغييرات رايكم ايه فيها؟ قبل التغييرات كمان يا شيفا، حسام حسن دايما عنده سيناريوهات في الماتش. مظبوط. يعني هو ما بيخشش الماتش حاطط تشكيل وخلاص. لا، هو عنده سيناريوهات في الماتش، هو هيعمل ايه. فالنهارده هو كان السيناريو بتاعه ان هو اول تلت ساعه
يبقى ماسك نفسه، ما يسيبلهمش اي مساحات، ويبدا يجروا في الماتش مع الوقت. النهارده وده عكس هو الماتشات ده اللي الوديه، حصل يعني عكس بالظبط. ماتش البرازيل مثلا. يعني ده انا اتفاجئت بادائنا النهارده. وفي هو تريك في البطولات بيعمل كده، يعني حتى لو رجعت لبطوله افريقيا، فهو في كل ماتش في بطوله افريقيا هو كان حاطط سيناريو للماتش. مم. النهارده السيناريو مشي بالظبط زي ما هو عايز. بدايه الماتش بنحاول نقف على رجلينا، ما نسيبلهمش اي مساحات. خلاص الرهبه راحت، بدانا نمسك الكوره عليهم. اول فرصه انت رحت مخلص على طول جون، وبعد كده انت بدات كمان تروح اكتر، وبدات انت اللي تضيع. فانت قعدت لك مثلا من بعد الجون لغايه ما بلجيكا حطت الجون، انت اللي اقرب انك انت تجيب التاني، مش هم اللي اقرب ان هم يحطوا جون. حتى بعد الجون ده كان في فرص وكنا بنقرب يعني. يعني تاكيدا على كلام ديوان برضو يا مصطفى، التغييرات النهارده فيها فكر. يعني انا برضو عايز اشيد حسام حسن بصراحه. احنا كلنا كنا ما بين، طبعا احنا كلنا كناس اتفرجنا على حسام تجي حسن. لي بعد اذنك بتغيير صلاح، عشان دي في هوج عليها. آه، هو بص، لا انا مش هاخد تغيير صلاح، ومش عايز احطها في السبوت في الكلام. انا عايز احط ان التغييرات كلها المره دي ما كانتش بس هدفها مركز بمركز. دايما احنا في التغييرات التقليديه بتطلع باك تنزل باك، بتطلع وينج تنزل وينج. النهارده التغييرات دايما كان فيها فكر، يعني حتى تلاقي حسام فجاه راح منزل وينج شمال صريح ابراهيم عادل فجاه. خلينا نبتديها بالتدريج. ابتدى برامي ربيعه الاول، اول لما لوكاكو نزل. شايفه تغيير كويس ولا لا؟ تغيير ممتاز. مش بس عشان لوكاكو، كمان هو رامي ربيعه نزل لان برضو كان في اجهاد كبير لقلبين الدفاع بتوعك طول ماتش. ماتش تقيل طبعا، وماتش مش سهل. احنا شايفينه كويس، بس في الاخر انت بتلعب بلجيكا رقم 9 في العالم، فانت مش بتتكلم فرقه قليله يعني. طب اجهاد ياسر، رايك ايه في تغيير صلاح؟ تغيير طالما رايك صلاح مش انا عايز يتكلم شايف، عليه. لا انا شايف ان هو، انا الصراحه ما كنتش شايف ان هو يطلع. كنت حاسس ان هو لسه كان مطلوب، ان هو كان دايما تودي لسه كان مودي قبليها اصلا. كان مرموش راح بالجنب وعكس اتجاهها دي، وكان بيودي دايما لمسه واحده من نص الملعب بالقلب. انا شايف ان هو كان دوره مهم، فكنت حاسس ان هو مهم يبقى موجود. بس انا ليا يعني تعليقين على حاجتين في التبديلات. استغربت ان هو ما نزلش تريزيجيه خالص، وحسام حسن مم. دايما بيلعب تريزيجيه سواء بس اساسي او احتياطي. ياسر في الوقت ده برضو، يعني لو اتناقشنا بس لا يعني بس انت. انا رأيي ان هو، انا على ابراهيم عادل انا شايف ان التريزيجيه اه، برضه دوره اعلى. نزل مهم. ابراهيم ونزل حمزه. اه وايوه تبديل الحته التانيه بقى كان هيثم حسن. حسيت اه, برضه آه. في وقت مكان زيكو لما سحبه كان ممكن يبقى وينج يمين، يعني ينزل هيثم حسن. حاسس ان هو برضه كان هيسحب الفرقه شويه. ما هو زيكو ما كانش وينج صريح برضو يا ياسر، خد بالك. هو زيكو في العادي وينج في بيراميدز بس، وبيلعب ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال. بس خد بالك زي ما بقول لك، ركز النهارده لو في التفاصيل بتاعه تغييرات حسام. هو في فكره دايما، يعني مثلا لما نزل زيزو، هو منزل زيزو برضو دفاع. يمكن عشان زيزو الناحيه الدفاعيه عنده احسن من هيثم حسن ولا حاجه، فخاف يغامر مثلا. معاك، بس يعني انا حسيت، يعني قصدي الاثنين دول كنت مستنيهم. حاسس ان هم كانوا ممكن يفرقوا في الماتش النهارده، وحاسس ان هم هيبقى ليهم دور الماتش الجاي، يعني ماتش نيوزيلندا. انا شفت شكل تاني بقى مختلف، او نظره تانية في التغييرات. انا شايف ان حسام حسن غلط في تغييراته، وشايف ان حسام حسن اتاخر في التغييرات. انت كنت كسبان 1-0، محتاج تبدا تقفل اكتر. يعني في تغييره اللي عملها وودع حمدي فتحي في الاخر بيلعب مكان امام عاشور، دي كانت تغييره ملهاش اي معنى دي خالص مش خالص. وجات له كمان كور، ملهاش اي يعني معنى. فتحي ما عرفش يتصرف. بس هو لحقها يا جماعه، خلوا بالكم برضه حسام بيعمل القصه دي كذا مره. هو بيبدا يعمل التغييره ويسيب 5 دقائق ويعدل التغييره. مش بمعنى ان هو بيغلط، انا بحس ان هو مثلا حركه حمدي فتحي دي في لحظه ما حسام حس ان انا هامن الماتش عشان ما يروحش مني. بعدين مع تغييرات بلجيكا حسام قرر لا انا هغامر تاني، فراح منزل تاني ابراهيم عادل. فدايما بحس حسام بيعمل تغيير الخطه على مرحله او مرحلتين، مش بيقلب الخطه في وقتها. يعني انا فعلا في وقت كنت حاسس ايه ده، طب ما احنا ليه بنلعب بثلاث ستات النهارده في وسط الملعب مثلا. انا كنت شايف يا رائف ان هو يعمل التغييره اللي كان عايز يعملها دي بتاعت رامي ربيعه، ويعدل شكل الفرقه. بدل ما هو بيلعب بحمدي فتحي ورا، لا يدخل حمدي فتحي تاني في نص الملعب، ويلعب بقى برامي ربيعه جنب ياسر ابراهيم، ويلعب بقى بحمدي فتحي مع مروان عطيه مع مهند لاشين، ويلعب ب3 في نص الملعب، ونخنق بقى الماتش اكتر. اه
وما نلعبش كوره التلت ساعه الاخرانيه دي، مش محتاجين نلعب فيها كوره، احنا محتاجين نطلع بالماتش. بس احنا كنا قريبين يعني. اتاخر هو في التغييره دي. طيب خليني اخد من ده واسالكوا، طب ده بالنسبه لماتش النهارده، ايه اللي احنا محتاجين نغيره او نحسنه في ماتش نيوزيلندا اللي يعتبر اهم ماتش لينا في البطوله؟ لان الماتش دوت لو كسبناه احنا بنسبه كبيره جدا خلاص قربنا للتاهل، لو لا، بس خسرناه لا قدر الله رحنا في داهيه بقى. اللي تأهلنا لان انت هتبقى 4 نقط، وفي 4 نقط ده لو قالت لا صح. انت هتبقى مكسب ماتش نيوزيلندا ده نقطه حريه. يعني انا قبل ما اروح بس محتاجين ايه نيوزيلندا، في الماتش ده؟ انا قبل ما اروح لنيوزيلندا بس عايز ااكد على نقطتين. احنا الحلقتين الاضعف في المنتخب النهارده كان فتوح ومرموش. مرموش عنده مشكله كبيره، الراجل مش بيقدر يستلم بظهره للجون ويلف ويروح للجون. مرموش بيروح دايما من ورا الباك، ودي حته انا ممكن الوم فيها حسام حسن النهارده. لازم نخلق لمرموش الطريقه اللي بيعرف يلعب بيها. الكوره فيها تفاصيل صغيره في الماتشات الكبيره اللي زي كده، لما بيكون عندك لعيب مستواه عالي جدا، طبعا مش بقول ان مرموش وحش طبعا، بس بقول الراجل ده مستواه عالي جدا في التوب ليفل، بس هو عنده حته معينه بيعرف يروح للجون. يعني بيروح للحته بتاعت فاكرين زمان الوالوا كان بياخد الكره ويقطع الجون على طول. مرموش عنده الحته دي، واعتقد ان تكتيكيا حسام حسن محتاج يشتغل بشكل معين ان مرموش يروح بالشكل ده للجول، لان هي دي خطوره مرموش. طول ما انت بتعتمد على مرموش كمحطه بدنيه، انت النهارده هتفقد قيمه مرموش. انا النهارده شايف انه اقل لعيب في الفرقه كان فتوح. انا عارف ان ما عندناش غيره في الوقت الحالي يليه. فتوح يعرف، انا اختلف معاك. فتوح هو بدنيا بيقع الشوط الثاني، انا يعني فتوح كان كويس بالظبط. لغايه ما بعد الشوط الاول كان كويس فعلا، وابتدى بعد 10 دقايق كده ابتدى يروح بقى خلاص. شفته ظلمه برضه الحلقه الاضعف الصراحه. وفي برضه في ليا نقطه راي ثانيه برضه، مرموش النهارده استلم الكرة، خدها بسلامها بظهره ولف وخد المدافع وراح في الكرة اللي كان رايح بيها هو والجون. كرة واحدة عليه. هو مش فكرة ان مرموش ما بيعرفش يستلم الكرة وظهره للجون، لا، مرموش ما بيعرفش يلف. هي الفكرة انك انت مرموش من نوع اللعيبة اللي هو فكره وعينيه دايما على الجون، فهو أيوة النهارده لو مش قادر يعمل التراي بتحس ان هو بره الماتش. والنهارده كان من الماتشات دي اللي هو مش قادر يعمل التراي، كل ما يجي يعمل التراي على الجون مفيش. يعني في الكوره اللي جريله فيها امام عاشور عشان يفتح له، ففتح له سكه وراح داخل لجوه مرموش وتقل عليها، حب يزقها شويه من المدافع، تقريبا كان اونانا، وجي شوطها خبطت وكانت هتروح تخش ديفليكشن في الجول. فدي كانت كوره كويسه. انت مرموش عايز يعمل لك 5-6 كور من دول في الماتش، هو النهارده ما عملش غير كوره واحده بس. وانا ما اختار انا برضو، بس في الحته دي كمان شايف ان هو لا، مرموش عمل الترنات دي ان هو بيستلم ويلف، عملها كتير قوي في كاس الامم لو تفتكر يا رائف، وقت ما كناش بنلعب مصطفى محمد وبيلعب قدام بمرموش وكان صلاح، وكان بيستلم بظهره كتير وجبنا بيها في كذا ماتش، فرقت معانا في كوتوفوار. بس هو النهارده كان اوف داي، انا شايف ان هو ما كانش معاه. هو من اللعيبه كده بشوفه لو حاول مره يروح على الجون 2 اتقطعت وكده بيطلع بره الماتش شويه. بس انا هو في الترنات بحسه كويس ان هو هيفيد في الخطه دي يعني بعد كده. بص، انا هوافقك ان في افريقيا كنا بنقدر، بس المستويات مختلفه جدا. يعني وانت بتلعب عايز تلف بخط وسط اسبانيا وخط وسط بلجيكا غير مستوياتنا في افريقيا. انا بشوف ان الاوقع من كده قوه مرموش كلها في انه بيجي من ورا الباك. ولازم حسام حسن، يعني النهارده لو انت بتقول لي تقييم حسام حسن هديله 20 من 10، بس في ملحوظه مش بقول فيها ان حسام غلطان. لازم نخلق لمرموش الطريقه اللي بتخليه يهدف. طول ما انت مش بتخلق زي بالظبط يكون عندك مهاجم 9 صريح بيلعب براسه ماشي يا راف، ما ده يودينا اللي انا السؤال بقى اللي بنساله، احنا محتاجين ايه في ماتش نيوزيلندا اللي جاي؟ ايه اللي انت لو انت مكان حسام حسن هتغيره في الفرقه، ولا تلعب بنفس التشكيل؟ لا، نفس التشكيل لا. لكن انا عاجبني اداء اللعيبه. يعني اللعيبه رجاله النهارده في الماتش، الغلطات من الديفندرين بتوعنا في وسط الملعب تكاد تكون معدومه. قولا واحدا، انت واقف على انت الكوتش، هتغير ايه؟ هتنزل لي بمين؟ مين 11 بتوعك؟ هدور على طريقه ان انا احرك بيها مرموش يبقى فعال اكتر من كده، لان مرموش هو لا يعني ما اقدرش اقول ايه هي، ما اعرفش، انا مش عارف. بص يا محسن، ما تتوقعش ان هو حسام حسن هيجي الماتش الجاي ويغير التشكيل ويغير الاسلوب ويغير كل حاجه عشان خاطر انا عايز اكسب.
لا هو برضو هيبقى واقعي جدا. هيبقى عنده سيناريو في الماتش بتاع نيوزيلندا، هيبقى مقفل مش عايز يخش فيه جون. انت عندك استراليا عملت الجلاشة مع تركيا، وهيخاف من اللقطات دي، خاف نيوزيلندا مم. تحط فيك جون وانت بقى تتبرجل والماتش يهرب منك. هيبقى مم. واقعي جدا، ما اعتقدش ان هو هيغير من الشكل تماما. لا هيبقى حاجه صبور، هو في حاجه هيبقى عايز جون، يحط جون، مم. وتبدا انت بقى ايه، تقفل، يفتحوا مساحات، تحاول تخطف التاني. فانا اعتقادي انه هيبقى سيناريو زي سيناريو ماتش بتاع كوت ديفوار كده في بطوله افريقيا. مم. رأيك ايه يا ياسر في انا الماتش رايي ان الجاي؟ هو ممكن يعمل تعديله بسيطه، وهو لعب بيها كتير قبل كده، ان هو يخلي 6-1 يعني مش ستتين، يعني مش مركز 6. يعني ويزود ايه بقى؟ ويزود 8 ولا يزود واحد ورا؟ يزود 8، يعني ممكن يزود يبقى زيزو. 8 مين بقى؟ اه ممكن زيزو في نص الملعب. يعني شايف دي احسن، هتخلينا نروح اكتر، تخلينا يعني احنا برضو بستتين دي بنبقى ولا مستنيين. كده يبقى يعتبر بيغامر فيبتدي بحذر زي ما دوان ما بيقول، وبعد كده مع سيناريو الماتش يبتدي بقى يغامر بالتدريج. ما هو اصل دي مش هتبقى خطه جديده، هو لاعب كتير على فكره بزيزو 8، او ان هو بيلعب بثمانيتين، او يعني انا قصدي دي مش حاجه جديده، ده بالعكس، ده مم. احنا بدانا ماتش البرازيل تقريبا ان هو اللي بنلعب بستتين. فانا لو رجعنا انا شايف الماتش نلعب بستة واحده، اللي هو يبقى مروان مثلا او مهند، ايا كان فيهم الجزء. انا كنت شايف مهند احسن من مروان يعني النهارده. النهارده كان آه، مولد احسن. مروان كان فيه ميس باس كتير النهارده، فحاسس ان دي ممكن يزود 8 دي، تخلي تدي لنا افضليه في الملعب احسن، بيلعب بتريزيجيه في نص الملعب نلعب زي ما حصل كوره احسن. كده. يعني انا قصدي دي بس اللي شايفها، ودي مش حاجه جديده، عشان كده انا مش شايف ان دي هتبقى مغامره يعني. انا رايي واقعيه ديوان اللي بيتكلم فيها مظبوطه، لكن ما اعتقدش ان هننفذ نفس الخطه، لان الخطه النهارده كان اساسها حاجتين من وجهه نظري انا، ان صلاح ينزل في نص الملعب فيتحكم في رتم الماتش، وده كان الهدف الاساسي لوجود صلاح، وان يقدر يقفل على دوكو عن طريق ان الوينجين بتوعنا يكونوا بيسمعوا الكلام وبيرجعوا يدافعوا. خد بالك دايما في وينجات ما بترجعش، يعني في الليفل العالي ده شويه ممكن وينج زي مبابي، ووينج زي مثلا فينيسيوس جونيور في ريال مدريد، تلاقي الناس دي مش بترجع تدافع. النهارده هو اعتمد انه الثمانيه بتاعك ممكن يرجع، واعتمد ان الوينج رايت بتاعك اللي هو زيكو ممكن يرجع. فما اعتقد مش هنلعب بنفس الطريقه قدام نيوزيلندا. اعتقد طريقه ياسر هتكون اوقع، ان ممكن يبقى فيه يعني هتغامر، هتتجرأ شوية. مش مغامره. انت ممكن بس يعني ممكن بدل ما النهارده بلعب بستتين، ممكن السته الثانيه بالنسبه لي يبقى تريزيجيه، ممكن يبقى زيزو مثلا، فيبقى عندي اريحيه للثمانيه الزياده. فاعتقد تمام. هيبقى فيه وانت يا اكتر شويه. ديوان رأيك ايه التشكيل الماتش الجاي؟ يغامر ولا؟ هو انت خلي بالك عن محسن، المغامره اللي انت منتظرها من حسام حسن مش هي المغامره اللي هتلاقيه بيلعب باتنين 4 فراودة 3 مثلا. 3 وفي نص الملعب اخر احنا واحد في نص عايزين بقى الملعب الكنترول، زيادة. او نكنترول بقى الملعب واحنا اللي نمسك كوره وبوزيشن ما تتوقعش كده خالص. برضه هيبقى حريص. الطريقه اللي بيتكلم عليها ياسر، الطريقه اللي هو كان بيلعب بيها قبل كده اصلا ومعتاد عليها قبل كده، ممكن تلاقيه بيلعب بالشكل ده الماتش اللي جاي. ممكن يلعب بنفس الشكل تاني على فكره. اصل انت لما بتلعب باتنين هاف ديفندر فهو انت برضه حريص، يعني انت بتلعب باربعه ورا وقدامهم اتنين بيعملوا سكرين، فهو برضه دي فيها حرص، هو ما فتحش ايده قوي كده. فهو ده المتوقع، ان هو حسام حسن يلعب الهجمه المرتده، هتبقى انت مقفل مساحات. وعندك بقى صلاح ومرموش وامام عاشور بيعرفوا يخلصوا في المساحات اللي بتتفتح لهم. فما طيب. تتوقعش ان ماتش نيوزيلندا ان هو هيغامر علشان خاطر ما يخسرش النقطه اللي هو كسبها. طيب سؤال ده اخير، كمان مين غير اكتر؟ نتيجه ايران ونيوزيلندا هتفرق معاه. تفرق طبعا. مين اكتر لعيب لفت نظركم النهارده في المنتخب تديله مان اوف ذا ماتش؟ انا من ناحيتي اقول محمد هاني الصراحه. يعني انا محمد هاني هو حظه كان وحش ان هو جاب الجول، يعني اون جول من نفسه، بس انا علشان بالانتقادات تبقى دايما عليه، وانا من الناس هو الصراحه عمل ماتش حلو بصراحه، الجون بس اللي كانت لقطه مش لذيذه، بس هو عمل ماتش حلو. يعني النهارده يعني ان هو يخلي رودي جارسيا يغير دوك ويوديه من شمال ليمين، ويقعد مرتين، حصلت مرتين، بدأ الشوط الثاني برضه رجعه تاني، قام نقله تاني، وهو في ال1 تو 1 او في المواجهات الواحد على واحد هو قطع كذا كرة منه،
لا يعني انا وغير كل التكميلات بتاعته ان هو امتى بقى بيعرف بيرفع، امتى بيقوم لامم لجوه وبيلعبها، لا يعني حاسس هو ان عنده هو خبره، يعني حتى لو كنا بننتقده في بعض الاحيان، هو الراجل اللي عنده خبره انا كبيره انا قوي. بقى انا بصراحه انا من مم. الناس اللي بنتقده في 80% من الاحيان وانا الصراحه. مم. كده هو النهارده بالاداء اللي النهارده عمله عمل ماتش حلو، كان جاهز، كان مركز. انا بالظبط. رايي رأيك هقول، مين مان اوف ذا ماتش؟ انا هقول هاني، وهحط معاه مهند لاشين، وهحط حمدي فتحي. حمدي فتحي اللي لعب في كذا مركز باداء كويس جدا، مفيش تدخلات عنيفه. حمدي معروف ان هو متهور شويه، بس الاداء النهارده كان كويس. وطبعا هاني زي ما ياسر بيقول اداء ممتاز، وهحط مهند لاشين برضه عمل ماتش كويس جدا. مين مان اوف ذا ماتش؟ والله انا كنت شايف ان امام عاشور في لقطات كتير جدا كان ثقه كويس. ثقه مرعبه يعني. طبعا. مش خايف من الماتش خالص، حد ملاحظ غير نقطه الجون تاني، اللي جابه بس هو حد وغير ملاحظ ان الكره اللي ضيعها. عندنا ميزه السنه دي، انا مش ملاحظ ان في اي حد من ال 11 لعيب قلقان من الماتش. دي ميزه يا جماعه غالبا لازم تحسب لحسام. يعني طبعا. حتى الكره الاولانيه اللي هو بيلقفها وبيحطها من ورا ظهره، انا طبعا ده تهور شويه، بس مديني الانطباع ان اللعيبه عندها اريحيه وهي بتلعب. يعني كنا بنتكلم على المغرب وازاي بيلعبوا البرازيل عادي، وبعدي بيلعب في نص الملعب كانه بيلعب في بيتهم. لا، المنتخب النهارده فيه اريحيه قدام بلجيكا. يا جماعه برضو بلجيكا مش فرقه عاديه، سيبك من النتيجه 1-1، احنا بنلعب ناس في التوب ليفل يعني. فحاسس في اريحيه كويسه جدا من ال 11 لعيب. حسام حتى جاهز اللعيبه كويس، عمل ماتشات وديه كويسه، واشتغل على الفرقه بصراحه كويس، لان اللي الفرقه واصله له ده مستوى احسن بكتير جدا من افريقيا. يعني حاسس في تحسن كبير في اداء المنتخب. ده حقيقي، ده حقيقي، في افكار كمان مختلفه شويه. ماشي يا رجال، في اي حاجه تاني عايزين تقولوها؟ حسام حسن كم من 10؟ كل واحد فينا يقول الرقم. انا بعيد عن ماشي. نقطه مرموش، حسام حسن 10 من 10. انا اقول 8 من 10 عشان التبديلات بس كانت فيها يعني ما متاخره كانتش احسن. شويه. 8 متاخر. من 10 لي بس يعني. كم من 10 يا ديوان انا لحسام حسن؟ برضو انا برضو اقول 8 من 10 زي ياسر، عشان خاطر التغييرات اتاخرت، وفاعليه التغييرات ما كانش ليها اي فاعليه خالص. ولا غرض من التغييرات حصل، ولا كان بيسير الماتش، ولا حافظ على الماتش. فهو لا، هو 8 من 10. مشكله. هو اداء زيزو واداء ابراهيم عادل اللي فيهم مشكله شويه. يعني هم اقل من المستوى المطلوب. معرفش هل ده نظرا للماتش. ابراهيم عادل ما لحقش ابراهيم عادل ما لحقش خالص يعمل اي حاجه. لا، هو ماشي. زيزو اللي فيه علامه استفهام كبيره جدا على مستواه فتره، مش النهارده يعني. طب حتى لما خروج نزل صلاح النهارده، ونزول حمزه، ده تغيير شايفينه كان افكتيف، ولا لو كان هيغير صلاح كان نزل مثلا تريزيجيه او حاجه؟ التغيير ده رايكم ايه فيه؟ تاني برضو. اه ده طبعا، يعني اصل هي يعني الناس مش هتفوتها يعني. بص يا محسن، انا صلاح خرج هقول في لك الدقيقه حاجه. 75. لا، انا مش موافق على هو تغيير صراحه. تغيير هو تغيير. انا عارف ان فكره حمزه هي فكره الناس كلها عماله تنتقدها، بس انت لو مكانه، انت اكيد شايف حاجه احنا مش شايفينها. اكيد الولد بيعمل حاجه في المعسكر احنا ما حدش فينا شايفها. هو حمزه جامد على فكره. وغير كده، هو لما نزل لا كان كويس، يعني ما كانش وحش. هو وغير كده انا اعتقادي انا هو كان عايز يخرج يا صلاح يا مرموش، فضحى بصلاح على اساس ان مرموش لسه في نفس فيعرف يجري ويدافع. ده توقعي يعني. طبعا يعني اه فرق الفتنس وفرق المجهود. لازم يقعد مرموش. بس انا اللي اقصده في فكره حمزه، ان هو كمان ستايل فيرود مش موجود عندك دلوقتي. مين الفيرود اللي عندك الستايل ده؟ اللي هو مفيش. الفيرود رقم لا مفيش 9، تسعة. اللي بيلعب بدماغه كويس واللي لا بيجري مفيش. وكمان سريع الولد. وكل والولد افكتيف جدا النهارده بصراحه. على قد سنه الراجل لعب دقايق قليله جدا. محمد بيقدم الدور ده يعني هو ما خدوش. اه بالظبط، هو ما خدش مين؟ مصطفى محمد. ما فيش غير مصطفى محمد بيقدم كان الدور مصطفى ده محمد التسعه الصريح بتاعك، حسام ما خدوش معاه يعني. ما خدوش تسعة. لاسباب اخرى يعني. هو مش ما هيلعبوا خدوش كتير، ومصطفى بيقلب وشه، مش عايز يبقى فيه الفايب ده في الفرقه وما يعني. خدش اسامه فيصل، امم علشان وبرضه اسامه فيصل الفيرود الهجام اللي بيجري واللي بيخبط والعافياجي وبيعمل. هو نرجع الولد من الطينه دي بقى كمان في برشلونه في الناشئين. الولد ملفت، يعني ان هم خلاص يشتروه وياخدوه بيرمننت، والنهارده بيروح مع الفيرست تيم.
لا هو اصلا محطوط عليه العين، فده شيء طبيعي. وانت لو بصيت على بقيه المنتخبات الباقيه هتلاقي عندهم لعيبه من نفس الفئه العمريه دي وعليهم نفس الهايب اللي موجوده دي كلها، بس ما فيش حد بيكسر فيهم. غير احنا يعني احنا عندنا بس اللي احنا هنا. بنكسر في الولد عشان احنا ما حدش شافه. هو أيوة. مش لازم يلعب في الدوري الممتاز عشان احنا نشوفه، لا هو الولد عليه هايب كبيره جدا في برشلونه، اللي هي اكبر اكاديميه ناشئين في العالم يمكن. فمش معقوله يبقى عليه الهايب ده كله وما يتاخدش، مش معقوله يبقى عليه الهايب دي كلها وما يلعبش كمان، وانت ما عندكش، يعني انت ما عندكش حد يقوم بالدور ده. بص، هي الحته دي يا ديوان شويه ما فيهاش صح وغلط مطلق. يعني انا ضد تغيير صلاح، لكن لو حد قاعد معانا مثلا هيقول لك طب احنا خرجنا، مثلا لو حد بلجيكي معانا في المكالمه هيقول لك طب ما احنا لا انا خرجنا مش ده قصدي يا رائف، مش بكلمك على تغيير صلاح، انا بكلمك على فكره حمزه بيلعب. انا فاهم. والكلام والدوشه اللي حواليه هي غير منطقيه بالمره. ماشي، انت بتتكلم على الحته الجماهيريه، انا مش معترض، انا مش مختلف معاك، انا بس بتكلم على فكره انه انا كنت شايف ان صلاح ممكن يفضل شويه، لان صلاح عنده مقدره كبيره على تحريك رتم الماتش بشكل معين. بالاضافه ان وجود صلاح واحد من اهم 15 لعيبه في العالم، ده بيدينا تقل في الملعب وبيتعمل له حساب وبيروح له لعيب واثنين عليه، ده بيفضي مساحات. فانا بشوف ان صلاح مهم. رايي ده مش هو الاصح عامه، دي مجرد وجهات نظر خلي يعني. بالك يا رائف، في الفتره دي في الماتش كان خلاص، كانوا هما بداوا يركبوا الماتش، انت محتاج حد يجري اكتر، محتاج حد يضغط. ولو خدت بالك هو الولد في معظم الكور هو عمال بيروح يضغط وعمال يشاور، لا عمال يشاور هو حتى لمرموش او كان عمال حتى يشاور صح لزيكو، لا اضغط، كان اضغط زيزو معايا، كرة. او زيزو اضغط معايا. فهو كان ده توقيته خلاص، وصلاح عمل 75 دقيقة كويسة. يعني احنا مجمل راضيين عن نقول مبروك يعني يا شباب النقطة، ونأمل في اللي جاي إن شاء الله. يبقى في 3 في يا رب نكسب اول فوز في كاس العالم يعني ان شاء الله. ماتش الماتش الجاي بقى، يعني الماتش الجاي بقى بتاعنا ان شاء الله. يا رب يا رب، ونحتفل في ماتش إيران بقى. قارات، ونعتبر وتكسب ايطاليا وتعدي مع البرازيل وتكسب تروح تخسر من امريكا، فيعني ربنا ان شاء الله كويس، ان شاء الله نكسب نيوزيلندا إن شاء الله. لا ماشي يا وبعدين شباب. كان الأورجواي نتعادل مع الأورجواي ونتعادل مع روسيا والسعودية كده وماتش ولا كده مضمون. السعودية مضمون كده كده، أنت فاهم طبعا، معروف. معروفين بالحركات دي. أيوة. ماشي يا شباب، نتقابل إن شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله. إن شاء الله.